اليوم نهدر على واحد من أكثر الرابرز اللي داروا ضجة في شيكاغو، وفي عالم بالزاف يعرفوا أغانيه، بصح ما يعرفوش قصته ومنين بدأ وكيفاش ولا مشهور. من هو كينج فون؟ اسمه الحقيقي ديفون داكوان بينت. تولد في 1994 في شيكاغو، وبالتحديد في حي أو بلوك الشهير. المكان هذا كان صعب بالزاف، وكيكون عاش طفولة قاسية، وهذا الشيء أثر على شخصيته وعلى الموسيقى تاعه. البداية في الراب. فون بدأ الراب وهو صغير، بصح وش خلاه يبان هو طريقة الستوري تيلينج تاعه. كان يحكي الحكايات كأنك عايش معاه. أول أغنية خرجته للعالم هي كريزي ستوري، والكيديو تاعها ضرب مليونات المشاهدات في وقت قصير. الشهرة والانضمام ل OTF. كينج فون كان قريب بالزاف لليل ديرك، وهذا خلاه يدخل شركة OTF Only the Family. بعد هذا بدأ يخرج الميكس تايب ويلكم تو بلوك، واللي خلاه يدير نجاح كبير في أمريكا. النهاية الحزينة، للأسف مسيرة كينج فون ما طولتش. في 2020 تعرض لإطلاق نار في أتلانتا، وتوفى وهو عنده 26 سنة فقط. رغم قصر مسيرته خلى أثر كبير في موسيقى الدريل، والناس كامل ما زالت تسمع أعماله حتى اليوم. وكاين بزاف أسرار وقصص على كينج فون، بصح هذه كانت أهم التفاصيل اللي لازم تعرفوها. إذا حبيتوا الفيديو قولوا لي على من نهدره المرة الجاية.